الله الرحمن الرحيم. الأذان من جامع سيدي أبو الحجاج الأقصري. وإحنا في تاج الحضارات الأقصر، وإحنا في الفناء الخاص بالزعيم. الزعيم اللي هو إيه؟ الزعيم رمسيس الثاني، أسر مع ترع ستب الرع واسمنديس وكل التماثيل. بص كده حضرتك النهارده يعني الشرح بتاعي عن ايه. بص ده رمسيس الثاني ماشي، وتمثالين ممنون ماشي. في البر الغربي تلاقيه ايه؟ فارد ايديه على الركب، على الركبتين ماشي. وبص الراجل ده من بقه ماشي، ده من بقه وعينيه زي كأنها كده ايه، ثابتة، النظر ثابت. انت لو فكرت شوية كده هتلاقي ان هو في وضع الصلاة. يعني من فترة قريبة كده في ضيف سألني قال لي اشمعنى التماثيل الجالسة على المدخل، على المداخل ماشي. يعني كده التمثالين دول هنا، والتمثالين اللي في مدخل البوابة بتاعت معبد الأقصر التمثالين جالسين ماشي. فطبعا أنا حبيت أجاوبه. يبقى هو كده في وضع الصلاة، هو بيصلي ماشي في وضع الصلاة، لكن الوضع اللي هو ايه، معتدل المرش ده، اللي هو قدمه اليسرى متقدمة عن القدم اليمنى. اي تمثال بالشكل ده هتشوفه حضرتك ده عبارة عن الاستعداد، يعني الاستعداد والقيادة العسكرية، يعني بيبرز ان هو قائد عسكري. يجي زميل يقول لي لا، ده هو عبارة عن ان هو تماثيله ان هو عايش. هنقول له لا يا زميل، هو عايش، هو عايز يفتخر بعد موته. الناس لما تيجي تشوفه في المعبد هتقول ان هو كان عايش. والافتخار بتاعه بايه؟ الافتخار بتاعه علشان يوري ان هو كان قائد عسكري. طب هنا الخطوة بقى ماشي، الحتة كده ايه اللي هتقولها لأي ضيف وهتبسط منك يعني. طب هو هنا قدمه اليسرى متقدمة، لكن ذراعاته الاتنين ثابتين في الجناب ماشي. بمعنى احنا عندنا في المتحف الحربي في القاهرة، وعندنا في متحف الأقصر، وعندنا تماثيل للجنود المصريين في الخطوة العسكرية اللي هي شمال يمين شمال يمين، ومتقدمين القدم اليسرى على اليمنى، لكن دراعاتهم مش ثابتة. الدراعات يعني ايه، الشمال طالعه لفوق واليمين لتحت كده، ايه شمال يمين خطوه، يعني هم بيمشوا في خطوه عسكريه. لكن هنا الدراعات ثابته في الجنب. ليه؟ لانه ده ملك البلاد، ومصور لي ان هو ماسك اللي هو ايه في ايده الختم الملكي، لانه عليه اسم اهو. بص كده الاسم بتاع رمسيس، أسر مع رع ستب الرع في الختم الملكي ده. يعني هو ماسك القرار بايده باسمه، فما ينفعش يشوح باسمه يمين شمال كده بالاسم بتاعه بالختم بتاعه، لا ما ينفعش. يبقى الملك في وضع الثبات، متقدم القدم اليسرى على اليمنى، والست بتاعته الصغيرة نفرتاري هناك جنبه، جنب رجله الشمال، فدي نفرتاري. ونفرتاري كانت تميز دايما بالحلق بتاعها المدور. وجميلة الجميلات نفرتاري بحجم أصغر من رمسيس، لأن هو كملك وإله، وإن هو طبعا منتظر الروح البا إنها تدخله في الأنف بتاعته ماشي، في الأنف بتاعته. وعلشان كده إيه، التماثيل كان الدقة كلها في الوجه، في العينين وفي الأنف وفي الأذن، علشان لما البا تاجي طايرة من وادي الملوك في البر الغربي. وعشان كده هنا عندنا الفناء بدون سقف، علشان يبقى مهبط للروح للبا، والروح تدخل في التمثال من تمثال لتمثال. وطبعا عندنا بعض التماثيل الوجوه مهشمة، انها دي كانت ظاهرة ماشي. والناس لما كانوا عايشين فوق المكان اي حاجة ظاهرة كانوا ايه يحطموها. يعني ايه، التمثال اللي هناك الوجه محطم ماشي، والتمثال ده الوجه موجود. ده رمسيس الثاني لانه كان تماما مغطى، تماما مغطى للقمة. يبقى للتغطية للمكان ما كانش ايه كله مغطى في ليفل واحد، لا كان زي الموجة طالع ونازل طالع ونازل، لانه ده كان متبقي من فيضان النيل.
وفيضان النيل والموجة بتاعت الفيضان لما كان تدخل الآثار بتاعتنا بعد طبعا القرن الخامس الميلادي، كان المية تدخل زي الموجة كده ماشي، فتترك الراسب بتاعها الطمي زي شكل الموجة، فكان ايه مش كل المستوى بتاع المعبد في مستوى واحد. يعني هنا ده وجه رمسيس لسه موجود، وهنا وجه رمسيس محطم. يبقى انت تقول للسائح بتاعك الوجه المحطم لانه ده كان ظاهر للناس فحطموه، والوجه متغطي تحت الرديم ترك سليم. متعكم الله بالصحة والعافية، وإلى معلومة أخرى إن شاء الله، وكله يكون بخير وسلامة. دي سنة الحياة، كله لازم يشتغل. هنقول نتوقف علشان خاطر كذا وعلشان خاطر كذا. احنا كل قلوبنا مع الناس اللي هي طبعا في حروب، ويجعلهم النصر ان شاء الله ضد اعدائنا، وان شاء الله كله خير. لكن هتوقف يقول لك لا ما تعملش حاجة وبتاع، خليك ايه يا عم ازاي؟ طب يعني حركة الحياة دي هتتوقف؟ مش هتتوقف ماشي. الناس عايزة تعيش، طيب عايزة تشتغل اشتغل، ولكن اللي في القلب في القلب، وربنا ينصرنا على أعدائنا جميعا إن شاء الله.